فيفا راهي على الابواب. شكوى واحده من اي لاعب جزائري للفيفا راح تخلصوها غاليا، لانكم لوجيكمون لو كلوب لا ماهوش يخلص لي جوار لا يحترم قرارات صادره على السي ار ال ولا كوميسيون ستاتيو جوار ولا جيجينيك ولا مام طاس تغلق تحدد داك ديري وتغلق. واش كانوا يديروا تاع هذا باش يافونتاجيو لي كلوب على حساب اللاعب؟ يسجلوا اللاعب زعما يقول لك مثلا تال كلوب ممنوع من الانتداب، هي ممنوع من تسجيل اللاعبين. لا نيونس اللي لا. السلام عليكم خوتي، في فيديو جديد. قمة التلاعبات والاختلاسات اللي كاينه في النظام الجزائري ما يمكنش تدخل لها قلب. خليكم مع الفيديو باش تفهموا شنو وقع بالضبط، وبالطبع ما تنساش تشارك معنا الرأي ديالك وتشترك بالقناة باش يوصلك الجديد ديالنا. ممنوع من الانتداب، بصح في لابيريود واش يدير له؟ زعما شي واحد يسال لهم وعنده ديسيزيون وخرجوا له زعما هؤلاء هذه الانديه ممنوعه من الانتداب وخرجوا حنا ونكسبوها ويا رايحه، بصح ما يسجلوا له الجوار الكلوب الممنوع من الانتداب لانه ممنوع من التسجيل ويخلص باش يضروا الديري باسكو تغلق تي ام اس ويغارديو يخرجوا لا ليسونس ويغارديوها في جيبهم، ومن بعد يخلص شويه يخلص 20% ديبي السيزون يعطوا له لي ليسونس، وهذا اكبر خطا. وكان فاقط لا فيفا ماشي غير حتى اللي كان اللي قعدوا يكونوا حلوهم يعني، ولكن الاشكاليه انه ما نتكلمش بلاصه لو كا تاع شواح، مي على بالي في المطلق في المجمل كاين بليزيور كال يعني من 30 ل 40 اللي بقاو الدوسي ماهوش كومبلي. انت لا فيدراسيون ما تقدرش تخلصك وانت الملف غير كامل. واحد خاصة سيناتور تاع لونسيان كلوب يعني بريزون تاع الكلوب تاعو جو سي با كاين لا باباراس خاصه يعني الدوسي لازم يكون كومبلي كيما في لي كوليس قلت لي لو ريب غلط مثلا، مي كانوا قادرين بتات يريقليهم رابيدمون باسكو القضيه تاع الديون عندها وقت اللي بدات تتحل وداروا الاتفاقيات مع اللاعبين مع الانديه وفرات. الحاجه اللي لازم نفهموها اليوم الناس يزون باناليزي على ليبوك يعني الرؤساء الاتحادات اللي جازوا باناليزاو القرارات السياديه لي زورغان ديسيزيونيل لي جوريديكسيونيل اللي ياخذوا قرار باش يخلصوا لاعب ولا مدرب سورتو لو جوار. الناس يزون باناليزي لاسباب غريبه جدا. انا اعتقد اليوم وفي عديد من المناسبات كنت نقول بلي لا فيفا راهي على الابواب. شكوى واحده من اي لاعب جزائري للفيفا راح تخلصوها غاليا، لانكم لوجيكمون لو كلوب لا ماهوش يخلص لي جوار لا يحترم قرارات صادره على السي ار ال ولا كوميسيون ستاتيو جوار ولا جيجينيك ولا مام طاس ما تنفذوهاش في لي ديلي تقدر تكون عقوبات على الكره الجزائريه. وكان نروحوا لا سيركيلار 1628 الاولانيه اللي كانت تقول صراحه انه ممكن تصل العقوبات الى حد معاقبه الاتحاديه. لازم نولوا للوراء نفهموا الصراف. لا فيفا تدافع على كره القدم من خلال لاكتور برينسيبال سي لو جوار اللاعب. نهضر على اللاعب المحترف يعني الممارسه الهاويه للكره ما عندهاش علاقه، مي هي نتكلموا على احتراف كره القدم، وبالتالي العقود بين اللاعب والجوار بين اللاعب والنادي عفوا لازم نريسبكتيهم. لا فيفا لحقت القناعه وليس في الجزائر فقط في وقت سابق أنه عديد من الأندية عبر العالم لا يحترمون الجانب التعاقدي بينهم وبين اللاعبين، يعني لا يسددون لهم الرواتب ويخلوهم يشكيوا. على ليبوك سيتي في الكود ديسيبلين دو لا فيفا سيتي لارتيكل 64 يتكلم على وضروره يعني تسديد الرواتب، والجوار كي يشكي مثلا تخرج ديسيزيون تاع سي ار ال فيفا ولا تاع بلادو عنده الحق يخلص، ولا ما خلصش لازم يعاود يشكي صافي دي دو كراس كانوا يمدوهم. من بعد حسوا بلي الانديه تتلاعب ماهوش في الجزائر فقط عبر العالم تتلاعب وتربح الوقت وتخلص الجوار. كوم لا فيفا مقتنعه اليوم باللي لاكتور برينسيبال سي لو جوار بدلت القوانين ودارت لا سيركيلار 1628 وقالت حكايات قالت حنايا لارتيكل 64 هذا اللي هاو فيها اجراءات شفنا بلي الانديه لا تحترم القرارات ونعطوه ديلي دو غراس باش تعاود تخلص ولازم جوار يشكي. ما كاش لي ديلي دو غراس. مثلا قال لك اليوم تخرج ان ديسيزيون في صالح اللاعب او مدرب افيك ان ديلي على الاتحاديه اللي خرج من هذا القرار، باسكو كاين سي ار ال مثلا في الجزائر كاين سي ار ال لوكال تنصفك سي لا فيدراسيون المام اللي تتبع لا ديسيزيون باش لو كلوب يخلصها في لي ديلي، ولا خرجت اون ديسيزيون سي ار ال فيفا سي لا فيفا اللي تتبع. لماذا لي جوار ايطرونجي كيروحوا لا فيفا يخلصوا؟ على ليبوك نقول لك علاش يخلصوا، يخلي الكلوب يخلصوهم، الكلوب يخلصوا ما عندهمش لا فيدراسيون على ليبوك كتخلص بلاصتهم، لانه لا فيفا تتبع لا ديسيزيون تاع السي ار ال اللي خرج من عندها وما تخلصش في لي ديلي تسبونديك. وكم هنا كانوا يخافوا من لاماس ويخرجوا الاحتجاجات حنا بانيها بطريقه شعبويه
ما كانش احتراف نتكلموا عليه، ولكن في الواقع الشعب يخرج يولي كلوب يقول لا خلص بلاصتنا داكور. واش دير لا فيفا؟ تعاقبك. كانوا الكلوب يقول لك انا ما عنديش واش نخلص، لافاف تخلص بلاصتو، باسكو لو كان ما تخلصش بلاصتو صافي يجوز الديلي ال سخا دون لوبليغاسيون تسبونديه، تحيلوا لي بوان، تنزلوا، تمنعوا من الانتداب، تمنعوا من تسجيل اللاعب. لا نيونس اللي لا يا ناس تمنعوا من تسجيل لاعبين جدد، باسكو تسجيل اللاعبين كان بيريود تفتحها لا فيفا تخبرك ميم الميركاتو تاعنا ايفرنال ولا استيفال في الصيف ماشي من راسك، تبعث لا فيفا تقول ها انا لا بيريود تاع الترونسفير في الصيف تبدا تال دات تنتهي تال دات، والبروغرامي في التي ام اس تغلق تال دات. لو كان ما تقولهاش وقتاش الديلي تغلق، تحدد لك الديلي ويتغلق. واش كانوا يديروا تاعنا باش يافونتاجيو لي كلوب على حساب اللاعب؟ يسجلوا اللاعب زعما يقول لك مثلا تال كلوب ممنوع من الانتداب، هي ممنوع من تسجيل اللاعبين، لا نيونس اللي لا ممنوع من الانتداب. بصح في لابيريود واش يدير له؟ زعما شويه يسالهم وعنده ديسيزيون وخرجوا له زعما هؤلاء هذه الانديه ممنوعه من الانتداب، وخرجوا حنا ونكسبوها ويا رايحه. بصح ما يسجلوا له الجوار الكلوب الممنوع من الانتداب لانه ممنوع من التسجيل، ويخلص باش يضلوا الديلي باسكو تغلق تي ام اس، ويغارديو يخرجوا لا ليسونس ويغارديوها في جيبهم، ومن بعد يخلص شويه يخلص 20% ديبي السيزون يعطوا له لي ليسونس. وهذا اكبر خطا، وكان فاقت لا فيفا ماشي غير تسبونديك تقول لك سما كان ممنوع من الانتداب وسجل لاعبين. كي تخرج لا ليسونس اسمح لي نبي، كي تخرج لا ليسونس او ما عندكش الحق تبلوكيها الا اذا كان ان بروبليم عند لو جوار في الهويه تاعو في لو ترونسفير تاعو. تعتبر متواطئ الاتحاد. واش كانوا يديروا على ليبوك جوستومون لي جوار تاعنا عاقلين في نهايه الامر سانسارمون يعني عاقلين. مصلحه الكره تهم. واحد كنت نقول لهم على ليبوك يا ناس جوار واحد يعني كل عام يا اخي خلصوا 25% ونعطيكم لي ليسونس، وليسونس 15% كيفاش؟ الدراهم اللي قعدوا ليسونس جوار كيفاش يديروا؟ لا فيفا اللي تكنا بدلت القانون عدلات ودحت لي دير دوكاس بقات لازم ما تخلص اورديني لوجيكمون تروح معك بعيد لا فيفا عندك حتى لو 15 اوت تخلص لو 16 اوت سيسبوندا، يعني غرامه ماليه بعد ديفالكاس باسكو حبت تزير عليك باش تخلص. بس اللي كانوا في لا فيديراسيون ليبوك كانوا يديروا الشعبويه لانه اسمع كالمي الغاشي ما يخرجوناش، انا ما نقدرش نحي لهم كامل ونحي لهم كامل حنايا، تنحي لهم كامل لا هذا هو الاحتراف، تنحي لهم كامل تمنحهم كامل جو سي با يلعب لي جونيور دبر راسك. حنا ما كانوش يديروها، كانوا خلص 15% ملي زعما واحد يسالوا 10 مليار عنده 30 جوار يسالوا له كامل 10 مليار، قال له خلص 15% يخلص مليار ونص يسب 2 جوار يخلصهم والباقي ما كاش، ومن بعد يعاود الدين يزيد. شكون اللي كنا نقولوا يا ناس قنبله موقوته جاي جات لافير تاع مديه مع اونتينور ايترونجي وتونيزيا. لا فيفا بعد صادي تسمى المشكل طحال وليد صادي الفيدراسيون تاعنا السمانه ملي جاو قالوا لهم حنا ودي صبنا ربعيه كارثه انا نريقلوا فيها، لو كان فتحت لي الدوسي تاعنا لو كان كارثه سيسبوندي دوسي شحال من جوار، وبالتالي تبدل القانون ولا لارتيك 64 كود ديسيبلين بعد ولا لارتيك 19 دوك ولا لارتيك 21. وفي لي سيركولير يقول لك تصل العقوبه ولا لا فيدراسيون اللي خرجت معنا لا ديسيزيون ما طبقتش تصل الى حد يعني فرض عقوبات قاسيه، كانت معلو يقول لك سيسبوندي لا فيدراسيون دوك عقوبات قاسيه. لو ميريت وليد صادي يفو ريكوناتر صاب الناس ما كانش تدير في خدمتها وحطت الفوتبول الجيريان على ابواب عقوبه من الفيفا باش يديروا البوبوليزم. كي جا اليوم هو صاب لافير تاع مديه صاب دواسه بزاف الاولى فيفا فتحت الدوسي نتعاقبوا واش حب يدير؟ حب يفيتي لا سانكسيون ويقول لا فيفا اون اون دو ريغلي باسكو عندنا فيدراسيون جديده بوسا كامل لي كلوب كامل لي جوار باش يسينيو ان بروتوكول باسكو لو بروتوكول تاخذ به لا فيفا لو جوار اللي عنده ديسيزيون قبل يخلص ايشيونسي بالدراع لي كلوب لا ما كاش ما عنديش دراهم نفهم قال لنا نسلفكم لا بريمير طرونش ما حكى لي كان لي لا شوف الجوار ما عنديش ورقه يقول لك شويه في لي كوليس قلت ديبي 2012 صافي شي ماتش 2012 حتى 2024 والناس كتباناليزي على بالفوتبول دير بوليتيك. كي جا اليوم وشاف بلي ميم يعطيهم لا بريمير طرونش دون 6 موا باش يخلصوا الدوزيام طرونش ما يخلصوهاش لي كلوب صافي شاف ان بروبليم انورم الى ليدي وخمم بيان قال نرفع القضيه للدوله الجزائريه. قال لهم عندنا اسمح لي عندنا ليدات حصلناهم واحد 430 مليار ولا عطاو واحد 450 مليار وفهمهم اكسبليكا لهم الانعكاسات السلبيه الوشيك على الفوتبول الجزائري والدوله اقتنعت بلي اوني اون دونجي على جال طريقه تسيير الرؤساء السابقين كلهم وديبلوكاو بالدوله ماشي ديبلوكات من راسها 450 مليار واليوم خلصوا بريتمون 90 95%. ونقول لك شويح
اليوم هذو الدراهم اللي بعثتهم الدوله ماشي بعثتهم الله في سيفونسيون، هذو الدراهم اللي جاو ديك باب يقعدوا منهم 50 مليار 100 مليار ديستيني لي جوار اللي ما كانوش خالصين من قبل، ديستيني لي جوار. صافي لازم تروح في ريكلي الدوسي تاعك تخلص. رانا جايين من العام الجاي، هذا العام ندخلوا في اجراءات جديده سيتم فرض يعني او تطبيق القانون ولا دي ان سي جي جي على كل الانديه. درك اليوم ما كاش كلوب يخلي ليدات، حتى ولو خلى ليدات اليوم لا فيفا ولا كاف بدلوا القانون. لي كلوب اللي يلعبوا لا بريمير ديفيزيون لازم يستجيبوا لدفتر الشرطه باش يعطيهم اجازه النادي المحترف، منها ما يكونش عندك الديون. خليها عليا انا.